في هذا الفيديو غادي نشرحوا شنو هي الثقة في النفس وشنو هو يعني قوة الشخصية في المحل ديالك كواحد كيبيع ويشري. غادي نعطيو شي امور الا درتيها سلبا فانت الكليان كيقراك بانك ضعيف الشخصية وسلبي، كتقدم ليه راسك بواحد السلبية. وشي امور اخرى اللي هي العكس ديال الامور اللي غنهضروا عليها دابا، الا درتيها كتبان الانسان ايجابي وكيحس بالقوه ديال الشخصيه ديالك. اول حاجه فاش كيوقف عندك الكليان، اول حاجه بعدا كتدل على الارتياح. هادشي الا درتيه في المحل ديالك كيمنح لك انت ديك القوه النفسيه. هو المحل يكون نقي، المحل يكون نقي، يرفع عليك الراس ديالك قدام الكليان ومستف مزيان وكل حاجه شاده بلاصتها، وما تحط ليا الصابون البلدي حدا المحمصه ولا التيد حدا الفورس. هادشي كله هو راه كيعطي واحد الانطباع للكليان، كيعطيه تا الشخصيه ديالك كيفاش دايره. لذلك بدا من هنا، بدا من المحل ديالك، من ديك السلعه تستف مزيان لا في الارض ولا في لي زيتاجير اللي عندك في المحل، والتلالج حتى هما يكونوا منظمين ومستفين مزيان باش هذا يكون دليل على انك مهتم بالمحل ديالك وبالخدمه ديالك. راه ليا دابا ندخلوا للكليان، كيوقف عليك الكليان. اول حاجه ما تبقاش تشوف في الارض ولا تشوف في السلعه ولا تشوف موراك ولا في الجنب ولا في لا. الا كيشوف فيك الكليان وكيهضر معاك تجاوب معاه بعينيك، شوف فيه حتى انت. الا كتحاور مع الكليان كيسولك على شي حاجه وكتجاوبو يعني خصك تشوف فيه، ما تبقاش تشوف في الارض وانت كتجاوب في الكليان. هذا كيتسمى عدم الاهتمام بالكليان وانك ما مسوقش لهذاك الكليان. وقف وقفه مقاده ولا جلس جلسه مقاده وشوف في الكليان وتحاور معاه. وغادي ندخلوا للحوار كيفاش خصو يكون. الحوار يا اخي الا سولك الكليان على الثمن قول ليه الثمن واسكت، قول ليه الثمن وخليه يتفاعل مع هذه الكلمه ديال الثمن. ماشي تقول ليه الثمن تقول ليه لا غادي نقص لك، ولا تقول ليه الثمن تقول ليه ياك ما غاليه، ولا تقول ليه الثمن تقول ليه غادي نقص لك شويه غير شوف اش خصك. لا الشريف، راه كتقدم الصوره ديالك انت عند الكليان بانك ما متمكنش وما تايقش براسك وخايف على داك الكليان اللي يمشي لك. هكا كيقراه الكليان شئت ام ابيت. وغالب الكليان اللي كتعامل معهم بهذه الطريقه هذه كيقول لك واخا هاني جاي، وكيمشي عند واحد اخر اللي تيق في راسو كيقول الثمن وكيبيع بالثمن، لانك انت كتعطيه جوج ديال الاحتمالات. كيقول مع راسو هذا السيد هذا قال لي الثمن وعاود قال لي دابا نقص لك. كيفاش زعما؟ واش هذا باغي يريطني ولا كيفاش؟ ولا هاد السلعه عنده مغشوشه ولا كيقلب غير يبيع؟ ما عمرك تبين للكليان بلي راك باغي غير تبيع نهائيا. واخا انت الهدف ديالك هو تبيع، ولكن ما تنزلش لهذا المستوى ديال انك تقزم راسك قدام الكليان وتبين ليه بلي راك باغي غير تبيع، غير تفك وصافي. باش ما لا يا اخي راه كتبيع سلعه والسلعه دايره الثمن ديالها في السوق، وراه ماشي كتبيع اي حاجه، راه كتبيع المواد الغذائيه ولا المواد ديال اي مواد. نبداو غير بالمواد الغذائيه. راه الانسان ما جاش عندك المحل حتى خاصه هذيك الحاجه. هذا ما كيمنعش انك تقول واحد الثمن اللي هو مناسب ومرفق، ما يكونش غالي بزاف طالع ثاني، وما يكونش ثاني رخيص بزاف حتى تضيع راسك. لا، خير الامور اوسطها. ولكن الحاجه اللي كنوصيك عليها هو تقول الثمن، ما تزيد على هذا الثمن حتى كلمه، غير قول الثمن انت واسكت وجرب هذه القضيه هذه وخلي الكليان يتفاعل مع الثمن. ودير هذا الثمن واحد الحاجه اللي مسلمه من المسلمات، والنقاش غادي يكون من بعد هذا الثمن شحال بغى كذا الى اخره. الماركه جوج ماركات ثلاثه عندك يعني بزاف ديال الماركات من هذيك السلعه، عرضهم لي قدامه وقول لي هذه دايره هذا وهذه دايره هذا وهذه دايره هذا وخليه هو يختار. اما تقول ليه الثمن وتنقص وتقول ليه غادي نقص لك شويه ولا غير شوف شحال خصك دابا نتصاوب معاك ولا هادشي هذا راه كتضيع البيع والشراء. صراحه الله راه هاد الامور هذه ما كايناش في التجاره. شوفوا شحال بقينا غير مع هذه القضيه ديال الثمن، لان هي اللي منتشره بزاف. بحال اللي كتقول للكليان كيبقى فيك الكليان ولا كيفاش كترفد ليه الهم، كتقول ليه لا هكا زعما انت راه داير راسك بلاصتو بلي راه الا جاتك انت غاليه هو راه ما جاتوش غاليه، راه ملي بغاها راه صافي تكون على يقين انه غادي يشريها باش ما كانت. والدليل على هذا هو انه ملي كتكون الحاجه رخيصه كتباع، ملي كتكون غاليه كتباع. يعني الثمن هنا ما كيهمش بعض الكليان، والاغلبيه ماشي غير بعض الكليان، واحد 90% ديال الكليان راه ما الحاجه اللي كيبغيو هو او هي الجوده والنقاء والحاجه تكون مزيانه والصراحه في التجاره والمعقول. اما دوك الخوش بيس اللي كيبداو يدوروا على الحوانت كلهم باش يقلبوا على واحد الدرهم ناقصه وما عندوش غرض في الجوده، هذوك راه كاينين فيما مشيتي ولكن قلال.
ما تجمعهمش عليك، راه الا جمعتي عليك هادو راه خطا، وكتجي على الكليان اللي نقيين. وهذا النوع ديال الكليان اللي كيقلبوا على الرخا كيلزموك انك تجيب الرداءه في السلعه، كيلزموك في المحل ديالك انك تجيب الرداءه وتجيب الهموز الحامضه اللي كيقولوا لهم. فين ما كان شي ثمن رخيص ما كيبقى عندك سوق لا في التاريخ ولا في الجوده ولا حتى حاجه، كتولي تقلب غير باش ترضي هذوك الزبناء اللي جمعتي عليك اللي كيقلبوا على الرخا. وهنا هذا الامر هذا كتجري على الكليان اللي كيقلبوا على الجوده وكيمشيو عند الناس، لانه الكليان اللي كيقلب على الجوده ما كيقلبش على الزحام، يكون على يقين، كيبغي يتقدى على خاطرو وكيبغي ثمن ما عنده سوق في الثمن، واخا هو ما كرهش يكون الثمن مناسب، ولكن الاهم من الاولويات ديالو هي الجوده في السلعه، تكون السلعه فيها الجوده. نتمنى نكون فتكم بهاد الثلاثه ديال العناصر اللي عطيتكم اللي كتبين الانسان اللي راه شخصيه في المحل ديالو وعنده واحد الوزن وكيحترموا الكليان. وهذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله وبارطاجيو.